السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنتكلم على اللي حصل في ماتش الأهلي والجيش الملكي المغربي. طبعا ده بالبلدي كده فجر تحكيمي واضح وبين للناس كلها. ما يكون مراقب المباراة ما ذكرش إلا إلقاء زجاجات المياه، ما ذكرش سكينة المعجون اللي اللعيبة قعدت تحافظ عليها لغاية ما اديتها للكابتن وليد صلاح الدين. طبعا احنا كلنا شفنا الفيديوهات. طبعا اما يكون احنا مش هنتكلم فنيا في الماتش. اولا الاتحاد الافريقي طبعا ده يعني ازاي ماتش زي كده مهم ما يكونش فيه فار؟ مش هنتكلم على ضربة الجزاء بتاعت ديانج، هنتكلم على الجماهير بتاعة الجيش الملكي المغربي اللي بترمي سكينة معجون في الملعب آلة حادة. يا جماعة ده كده يعتبر مش ماتش كورة ولا حاجة، لا ده كده بقت يعني عايزين لنا عصابات. ازاي يا جماعة؟ ده الناس يعني الناس اللي بادئة بعدينا كورة يعني بقت أحسن مننا، ازاي ما فيش فار؟ وطبعا كله، وطبعا احنا هنتكلم بقى على مين؟ على استوديو التحليلي بتاع بين ان سبورت اللي كان قاعد فيه وائل جمعه، وكان قاعد فيه عبد العزيز بديان محلل المغربي في قناه بين ان سبورت. طبعا هو مش شايف ان الحكم كان كويس جدا، وشايف ان المباراه كانت كويسه. انا مش عارف يا جماعه الناس دي بتقعد وبتحلل ازاي المطوشه. والمذيع احمد فؤاد اللي مفروض ان هو مصري، ده حتى لو انت شغلك وفي قوانين بتحكمك، لازم انت بتطرح السؤال على الساده المحللين، سيان وائل جمعه او عبد العزيز المغربي. انت بتطرح الاسئله وهم يجاوبوا، لكن انت عايز تبان محايد. كلام لاحمد فؤاد. طبعا الكابتن وائل جمعه رد عليه رد كويس، وانا عارف ان وائل جمعه يتعرض لعقوبه من القناه، بس ده كان رد لازم يردوا عليه. يا جماعه الكره في افريقيا محتاجه تتظبط، والاتحاد الافريقي لازم، عشان ان اراد ينهض بالكره الافريقيه لازم في حاجات كتير جدا تتغير في الاتحاد الافريقي. الحكام، حكم فاجر، ده حكم فاجر. انا بتكلم هنا، مش بتكلم على الاهلي بس، انا بتكلم على الفرق المصريه اللي بتروح تلعب سيان في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه اللي مشارك فيها الزمالك ومشارك فيها المصري كونفدراليه، ودوري ابطال افريقيا اللي مشارك فيه النادي الاهلي وبيراميدز. انا بتكلم على الفرق المصريه هنا. الفرق المصريه يا جماعه بتتعرض
لفجر تحكيمي باين وواضح للجميع. هنشوف بقى ميسيسيبي الرئيس الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي هيعمل ايه؟ لان البطوله الافريقيه للامم افريقيا جايه وهتتلعب في المغرب. هل الجمهور بتاع المغرب ده هو اللي هيحضر كاس الامم الافريقيه وهيعمل كده شغب؟ هيخلي صوره افريقيا قدام العالم مش كويسه؟ معرفش فيه ايه يا جماعه. يعني الاتحاد الافريقي لازم ياخد وقفه ولازم يشوف الجمهور. احنا شهر 12 هيهل اهو اللي في كاس الامم الافريقيه. طب هتعملوا ايه يا جماعه؟ هتعملوا ايه؟ اما الظلم التحكيمي ده بيبقى باين. ما هي دي الحكام اللي هتحكم في كاس الامم الافريقيه. هل يرضي كده؟ هل يرضيكوا كده في الاتحاد الافريقي ولجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي ولجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي؟ يا جماعه والله العظيم الاهلي بيتعرض ومصر بتتعرض لظلم تحكيمي باين. ما قولوا لنا لو انتم مش عايزين مصر او الاهلي او الزمالك او بيراميدز او المصري اي فرقه افريقيه تلعب في دوري ابطال او كونفدراليه، قولوا لنا واحنا ما نشتركش. وبرضه هنقول لجماهير مصر عامه اللي بتشجع الكوره، لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وتصلوا على النبي، واي حاجه في التعليقات قولوا لنا. وبرضه زي ما بنهي فيديوهاتي بقول مساكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.